وقتها في ناس كتير حربتني وهجمتني، وناس من اهلي قطعوني، والدنيا كبرت قوي. بس محدش فكر فيهم ان هو يجي يتكلم معايا ويسألني سؤال بسيط قوي: انت ليه يا نهى اصلا خدتي الخطوة دي؟ ليه عملتي كده؟ في 2019 قررت ان انا اقلع الطرحة وافتح باب الشقة وانزل. اللي حصل لو رجعنا قبلها كده باسبوعين 3 4 شهر، فحوالين كده المدة دي انا كنت ابتديت اراجع نفسي في كل حاجه بتحصل في حياتي. ايه اللي بيحركني بيخليني اخد القرارات المختلفه في حياتي؟ بعد ما قعدت مع نفسي كتير قوي كنت بقعد طول الليل اصلي قيام واقعد افكر واقعد اتدبر، لحد ما وصلت انه اغلب القرارات اللي باخدها في حياتي هي عشان ترضي الناس، عشان خايفه من رد فعل الناس، يا اما عشان ارضيهم او خايفه من رد فعلهم. وده الحقيقه كتير مننا بالذات البنات بيتربوا عليه، يعني الولاد برضو بيتربوا عليه بس بطريقه تانية. اما احنا البنات اغلبنا بيتربى على انه لازم انت تكوني مريحه في الشكل وفي الطبع للي حواليكي. هو ده الطريقه اللي احنا ماشيين عليها في التربيه للاسف الشديد. سالت نفسي سؤال بسيط: الصلاه اللي انا بصليها والعبادات اللي انا بعملها، هل هي انا بعملها بس عشان علاقتي مع ربنا وما بعملهاش عشان مش عايزه العلاقه دي تتغير، ولا انا مخاف من نظره الناس ليا، او ان الناس تنبذني، او ان الناس تقول عليا ان انا مش كويسه مثلا؟ فلاحظت انه اصلا العبادات العاديه اللي احنا بنعملها في يومنا العادي محدش شايفها، فبالتالي محدش بيروح مثلا يقول لواحد: انت ما صليتش النهارده، انت وحش، انت ربنا يغضب عليك. هو اصلا مش شايفه، لكن ممكن مثلا يتريق على واحد يقول له: انت فاكر ان انت ربنا هيبص لك بشعرك المنكوش ده، ولا السلسله اللي انت لابسها دي؟ انت فاكر ان الخاتم اللي في ايدك ده هيخلي صلاتك تقبل مثلا؟ حاجه في الظاهر، فالناس بتستخدمها عشان تتنمر على بعض وتضايق بعض وتحكم على بعض بان هي ان هم احسن منك. ففي اليوم ده انا قلت والله خلاص انا هعرف هل الطرحه دي كل يوم بختار ان انا البسها وانا نازله عشان خاطر ربنا وعلاقتي بيه، ولا عشان خاطر انا خايفه من الناس. اجابه جت في بالي عادي جدا: لا، انت كل يوم بتختاري تلبسيها عشان خاطر في ناس لو انت ما لبستيهاش على راسك وانت نازله هيعلقوا لك المشنقه. ففي اللحظه دي حسيت ان انا لا 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 لا، مش انا اللي يتعمل معايا كده خالص. فرحت شايله الطرحه ورحت فاتحه باب الشقه ونازله. شفت حاجات غريبه، اللي حصل معايا حاجات غريبه بعدها، لكن من الموقف ده انا اتعلمت انه انا مفيش حاجه ابدا في حياتك تستاهل ان انت تتعب عشانها قد اخلاصك من جوه للي خلقك.